وصل الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة لكرة القدم كتابة الأرقام القياسية بعد أن قاد أمس السبت العميد إلى هزم الفتح بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف ضمن الدوري السعودي للمحترفين. وتمكن مهاجم أسود الأطلس من تدوين هاتريك في شباك الفتح ليقود الاتحاد إلى صدارة الدوري برصيد 5 نقطة. أول أرقام حمد الله تمثلت في اعتلاء صدارة هداف الدوري السعودي برصيد 15 متفوقا على تاليسكا برصيد هدفين. ثاني الأرقام أتت عن طريق شبكة أوبتا للإحصائيات، إذ إن حمد الله بات أكثر من سجل هاتريك في تاريخ دوري المحترفين السعودي بواقع 9 مرات. ولم يقف هداف الدوري السعودي عند هذا الحد، بل وقع على الهدف رقم 700 لفريقه اتحاد جدة عبر تاريخ الفريق بدوري المحترفين السعودي. جدير بالذكر أن الناخب الوطني وليد الركراكي استدعى حمد الله للمشاركة في المباراتين الوديتين أمام البرازيل والبيرو المقررتين يومي 25 و28 من مارس الجاري على